عارفين إن اسم جامعة حلوان اللي اتعودنا عليه ممكن يبقى مجرد ذكرى؟ القرار الجديد من مجلس الوزراء بيقول إن اسمها هيبقى جامعة العاصمة. القرار ده عمل جدل كبير، الناس بين مؤيد ومعارض، بس الأكيد دي مش أول مرة يحصل فيها كده. لو نرجع شوية في التاريخ هنكتشف إن موضوع تغيير أسماء الجامعات في مصر بيتكرر. تعالوا نحكي من الأول خالص. أول حكاية من الجامعة المصرية اللي اتأسست سنة 1908، بس الاسم ده ما كملش. سنة 1940 بقت جامعة فؤاد الأول، وبعد ثورة يوليو 52 اتحولت لاسمها اللي كلنا عارفينه النهاردة، جامعة القاهرة. الاسم اتغير بس التاريخ فضل هو. وبعدها بسنين جامعة تانية خدت نفس المصير، كانت اسمها جامعة فاروق الأول، ولما اتغيرت الدنيا في عام 1952 بقت جامعة الإسكندرية. الرموز الملكية راحت وجه مكانها الطابع الوطني. أما جامعة عين شمس فدي ليها قصة لوحدها، كانت في الأول اسمها جامعة إبراهيم باشا الكبير سنة 1950، وبعدين قالوا نسميها هليوبلس عاصمة الشمس زمان، وفي النص التاني من الخمسينيات بقى اسمها جامعة عين شمس، كأنها رجعت لجذورها المصرية القديمة من غير بهرجة ولا ألقاب. وفي الدلتا جامعة طنطا لما بدأت كانت فرع من جامعة الإسكندرية، وبعدها بقى اسمها جامعة وسط الدلتا، بس الناس كانت دايما بتقول عليها طنطا فقرروا يسموها زي ما الناس بتناديها. وفي آخر محطة جامعة كفر الشيخ، بدأت كمعهد زراعي بسيط في الخمسينيات، وبعدين بقت فرع من جامعة الإسكندرية وبعدها من جامعة طنطا، لحد ما أخيرا سنة 2006 أخذت استقلالها وبقت جامعة كفر الشيخ رسميا. والنهاردة التاريخ بيعيد نفسه، حلوان بقت العاصمة وجنوب الوادي بقت قنا. بس زي كل مرة الأسماء ممكن تتغير، إنما الحكايات اللي جوه الجدران هي دي اللي بتفضل. ودي كانت حلقتنا النهاردة من أرشيف الجامعة السري، استنونا في حلقات تانية كتير.